لا 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 لا. طب حلو قوي خالص هايل خالص. هايل. انا الاثنين بصراحه كانوا ماسكينهم شخصيات في منتهى الجمال يعني. عظام يعني. طيب قول لي يا محمد بيه، لو حبينا نروح شويه للدوري العام. اتفضل. وبنتكلم في مساله الهبوط، مساله الهبوط. هو فوق احنا اتقال خلاص فرقتين وفرقتين ويلعبوا دوره من دور واحد. الهبوط هو قرار المجلس القابل للتعديل طبعا، انه اخر 2 من هنا ينزلوا واخر 2 من هنا ينزلوا. هل ده الافضل ولا الافضل 3 و3 يعملوا دوره واخر 4 ينزلوا والاثنين يستنوا؟ الافضل يعملوا دوره. ليه؟ لان انت ما تضمنش المستوى اللي طالع ده يتقارب مع اللي نازل ولا لا. يعني ممكن يكون اللي طالع ده اقل من اللي نازل كتير. لا احنا بنتكلم على اللي طالع من القسم الثاني، لا ده موضوع ثاني. انا بتكلم دلوقتي هيبقى في كده رحنا بلجيكا. كده رحنا بلجيكا ورحنا هولندا ورحنا الحتت دي. وطبعا ده فكر متطور اللي بيقوله محمد بيه جدا، بس ما ينفعش عندنا. لا هو هنا النظام يا محمد بيه، الدوري بقى مجموعتين 9 و9. حضرتك عارف طبعا الدوري ده مجموعه دورين وده دورين عادي. اخر 2 هنا هينزلوا قسم ثاني واخر 2 هنا هينزلوا قسم ثاني. كان الاقتراح اللي انا كنت قايله ان ياخدوا اخر 3 واخر 3 يعملوا دوري من دور واحد. 4 ينزلوا و2 يستنوا. هل ده افضل ولا الافضل 2 من هنا و2 من هنا ينزلوا اوتوماتيك؟ والله انا افضل 3 بتاعت حضرتك يعني، اللي هي 3 و3 ودوري من دور واحد. طب حضرتك هتقول لي الاسباب ايه؟ الوقت لو سمح. لا الوقت يسمح جدا، الوقت ما فيهوش مشكله على الاطلاق. هيتعملوا في نفس التوقيت الدوره اللي هي تحدد من اول وينزل منهم كام؟ ينزل منهم 4 ويستنى 2. طب عايز حضرتك الاسباب ايه؟ بس خلينا طبعا زي ما انت قلت سياده الوزير متابع، فهو اكيد هيقول لنا رايه في موضوع الضرايب يعني. سياده الوزير مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عمرو بن فاروق طبعا. اهلا وسهلا برحب. انا سمعت بالنسبه لموضوع الضرايب. ايوه طبعا الكلام ده لا، كلام لا ينطبق على الانديه اللي هي اللي تمتلكها الدوله او الانديه اللي هي المفروض موجوده زي الاهلي وزي الزمالك والجزيره وده. انما احنا دلوقتي عندنا انديه خاصه بيتم فتحها بدون اشهار، في اكاديميات بدون اشهار. والحقيقه طبقا للقانون المصري وقانون الرياضه المصري ان ما ينفعش ان اي نشاط رياضي يتم مزاولته في مصر الا بورق رسمي واشهار رسمي من وزاره الرياضه او من المجلس القومي للرياضه سابقا. تمام. انما دلوقتي احنا عندنا كم من الانديه الخاصه الحقيقه وبيبيع عدد من العضويات. واحنا رايحين الفتره الجايه طبعا ان احنا نفتح مجال الاستثمار في قانون الرياضه ان شاء الله باذن الله، ونقنن وضع الانديه الخاصه الحقيقه اللي بتفتح بشكل يكون واضح الرؤيه، وان يكون في تشجيع للدوله. ولكن لازم نستوعب ان ما ينفعش. احنا دلوقتي بقت كميه الاكاديميات كتير جدا اللي بتفتح الحقيقه بدون ولا ضرائب بتتسدد، صح. ولا حتى اشهار موجود، ولا حتى بعض الهيلث كلاب او اللي هي المراكز الصحيه اللي بتتفتح للاسف وبيتاخد فيها برضه منشطات وبالحاجات المخالفات وكل الكلام ده كله. كل الكلام ده الحقيقه للاسف لا يخضع فيها زي تهرب ضريبي. يمكن الجزئيه بتاعت الجزئيه الرياضيه كانت مبنيه على الكلام ده. طب الانديه الخاصه تقصد بيها يا عمرو بيه مثلا لو بنتكلم في الدوري الممتاز، هل في لا عندنا، لا ما عندنا يعني عندنا مثلا امثله كتيره. هنروح بعيد ليه؟ احنا مثلا نادي الرحاب مثلا مش مشهر، نادي دريم مش مشهر، نادي بالم هيلز مش مشهر، نادي مي فير مش مشهر، نادي بتاع ده الربوه في اكتوبر مش مشهر، نادي دايموند مش مشهر. انديه كتيره جدا. نادي سماش مش مشهر. في انديه كمان فتحت افرع والافرع مش محطوطه على سجلاتها التجاريه وهي شركات. فلازم بس نستوعب زي ايه يا عمرو بيه؟ يعني احنا بنراجع دلوقتي كذا، يعني مش حابب اخش في اسماء كبيره. مش عشان حاجه، لان احنا بنراجع ورقها بالتفصيل دلوقتي بكل الامور. احنا حابين ان الناس تصحح اوضاعها، والفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هنسمح للانديه انها تشهر نفسها. طبعا هو القانون المصري قانون رياضي ما كانش بيسمح الحقيقه بالانديه الخاصه، يمكن الا لو كانت انديه شركات او انها تبقى شركات مساهمه ويبقى فيها تنسيق. فلازم تكون الامور اكثر تنظيما واكثر وضوحا، لان الحقيقه العدد كبير جدا جدا اللي مرصود عنده. هم ما بيسددوش ضرائب وكذا وكذا. طيب الدكتور عمرو لا ومش كده، هي خد بال حضرتك، هي فيما هو اخطر من جزئيات الضرائب. ان انت النهارده بتبيع عضويات وعضويات بارقام كبيره جدا وبمبالغ كبيره، ودي بتعمل سيوله نقديه
وفي الاخر ممكن في لحظه ما تبقاش موجود. يعني ايه اللي يحمي الاعضاء دول ان النادي بتاعهم يبقى مشهر؟ مفيش تقنين. وايه اللي يحمي الناس دي ان السيوله النقديه اللي هم دفعوها في صوره اعانه انشائيه تبقى محطوطه بشكل رسمي في حسابات بنوك بيتم يعني عمل الصيانه بتاعتها الطبيعيه للانديه بتاعتها. كل الكلام ده الحقيقه احنا يمكن بقالنا فتره بنرصد فيه وبنتحرك فيه على مستوى الجمهوريه، لان في اسكندريه حوالي 16 نادي، خلاف اللي في القاهره واللي في الجيزه واللي في اكتوبر وكل الكلام ده كله، وارقام كبيره جدا بتصل في لحظات الى تحصيل عضويات ب 400 مليون و300 مليون و500 مليون. ارقام كبيره. طب الدكتور عمرو هيستفسر من حضرتك يا عمرو بيه، الدكتور عمرو يستفسر على حاجه. اتفضل يا دكتور. سياده الوزير، الماده 4 بتقول الجهات التي لا تهدف للربح. اللي حضرتك بتتكلم عليه دي انديه، شركات يعني شركه بتكسب وبتربح. فالاعفاء اللي اتشالت للانديه التي لا تهدف للربح وتباشر طبيعه رياضيه اللي هو احنا، هي دي ده الخطوره. في حاله ده في حاله واحده لو انت بتستثمر بره قطاع النادي، لو انت بتستثمر بره قطاع النادي، لو انت بتعمل اكاديميات بره قطاع النادي. ما قالتش كده خالص. يعني هي اللي حصل ايه؟ ان تم الغاء الماده دي. تمام. الجهات التي لا تهدف الى الربح وتباشر انشطه رياضيه، هي اللي هي زي مراكز الشباب والانديه. ما هي تباشر انشطه رياضيه تجاريه. يعني ايه؟ يعني زي ما انا بقول لك كده، ان انت مثلا ممكن يكون مثلا عندك نادي زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي النصر او اي نادي ياخد منطقه استثماريه ويبتدي يتعامل معاها استثماري. فبالتبعيه زي ما انت يعني هنروح بعيد ليه؟ النادي الاهلي او نادي من الانديه لما خد قطعه الارض بتاعته بتاع اكتوبر، لما خدها برقم رمزي. لما جه حب ياخد جزء منها يستثمره، تم حساب المتر بتاعه بالنسبه له برقم تاني خالص خلاف الرقم الطبيعي بتاع الملاعب. طب نكمل. الجزء الاستثماري بيتحاسب عليه استثماري، هكمل لحضرتك الجزء العادي بيتحاسب عليه عادي. هكمل لحضرتك الماده. اتفضل يا بيه. في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفه تجاريه او صناعيه او مهنيه. يعني اللي حضرتك بتقوله ده جميل جدا، بس هو بتقول لا، يعني ليست له صفه تجاريه او صناعيه او مهنيه، لان احنا اوريدي حضرتك انت عارف، حضرتك كنت عضو مجلس اداره نادي الاهلي، انتوا بتدفعوا ضرائب قد كده على الصفه التجاريه والمهنيه. اي حد بيجي ياخد من حتى بيورد لك بضاعه بتخصم منه ضريبه، اللعيبه بتخصم منهم 20% ضرائب. بتخصمها وبتوردها، ما ده الطبيعي. ما ده بيحصل. لا، ده هو بقى هو بيقول ايه؟ ليست له صفه تجاريه او صناعيه او مهنيه، زي الاشتراكات العضويه دي مش صفه تجاريه او صناعيه او مهنيه، هياخد عليها. لا هو ما بيقصدش على الكلام ده. لا ما بيقصدش على الكلام ده. لا هي بس يمكن انت تقصد ان انت ممكن تكون محتاج مذكره الشرح بتاعت الماده. انا اتمنى ان ما يكونش. انا كل اللي يعني كل اللي نتمناه ان احنا ما نلاقيش نفسنا في لا احنا ممكن نبعت لوزاره الماليه ونجيب مذكره الشرح اللي تم عرضها ونبعتها عشان تكون واضحه للناس كلها. طيب يعني شيء عظيم. يعني حضرتك انما هو الطبيعي خلينا نكون واقعيين ان الانديه كده اساسا بيتخصم منها ضرائب. عندك ضرائب كسب عمل، وعندك ضرائب اللي هي بتاعت المرتبات، وده الطبيعي بيتخصم ضرائب على اللعيبه. ده بيتعمل على فكره يعني، وضرائب على بتاع ده بسم الله الرحمن الرحيم على كل المشروعات اللي بتتعمل، سواء الناس بتورد لك كل ده بيتخصم وتورد. لا انا محصل، ما بتخصمش من نادي الضريبه خالص يا سياده الوزير. يا فندم الضريبه للضرايب. لا الضريبه بتخصم من اللاعب من سداده وبتتورد. هو يعني انا بديله مليون جنيه بياخد 800 وباخد 200 منه وبوديهم الضرايب. ما هي دي، ما هو انا محصل. ما هو ده اللي انا بقوله لك. ايوه يعني لا هنا دي ضريبه بقى على المرتبات. ازاي بقى المرتبات كل ده بيتحصل لصالح لو الدوله؟ بتخصم ضريبه كسب عمل على المرتبات ازاي بقى؟ بس النادي ما يدفعش ضريبه خالص. ازاي بقى بيدفع؟ طبعا يا بيه، مين اللي قال لك كده؟ النادي بيدفع ضريبه كسب عمل على المرتبات. لو انت ما بتدفعش يبقى هيجي لك. ده خصما من الموظف، مرتب الموظف. ايوه ما هو انا بورد بس. ما هو النادي بما ان الانديه ما بتوردش فبيبقى عليها الضرايب. ده الطبيعي يا عمرو بيه. ما هي مع احترامي لسعادتك، بس انت بتخصم وتورد. المشكله كانت عند الانديه الرياضيه كلها. بنخصم ما بنوردش بس كده. ما انت اهو يعني انت النقطه واضحه عندك ان انت بتخصم وما بتوردش. ودي كانت المشكله بالنسبه للانديه مصر كلها. ان انا بدفع ضرايب. ايه ده؟ يعني في ميزانيتي ما بينزلش ان انا بدفع ضرايب، ده هي بتبقى انا مورد، انما انا ما باجيش مثلا من العضويه او من تاجير ملاعب اجي الاقي ان انا بدفع ضريبه. هو ده الخوف. لا ما فيش ميزانيه في نادي
بتنزل عليها ضرائب على ايجارات. انا بتكلم على اللي جاي مش اللي فات يا فندم، بتكلم على اللي جاي. يعني لا لا، ولا اللي جاي هيبقى كده خالص. يعني أتمنى ده. متأكد يا عمرو بين الأندية المسائل دي لا تطبق عليها، دي تطبق على الجهات اللي حضرتك ذكرتها اللي هي الجزء الاستثماري. الجزء الاستثماري اللي المفروض خلال الفتره الجايه اللي ان شاء الله نحن المولى احنا هنفتحه، واللي اوريدي موجود قائم للاسف وغير مشهر. دي مشكله كبيره الحقيقه، وغير مقنن واوضاعه غير مقننه طبعا. ودي مشكله كبيره جدا يعني لا تتخيل يا كابتن مدحت ارقامها بتتعدى على فكره مليارات مش ملايين. لا يعني في كم من الانديه اللي احنا رصدناها للاسف الغير مشهره موجوده على ارض مصر، وجميع الاكاديميات غير مشهره بشكل رسمي. ده خلاف بقى يعني ايه ان في حاجات اخرى خلاف حتى الاكاديميات اللي بتتعمل جوه المدارس. يعني في اكاديميات في النهارده عدد من النجوم مظبوط بيروحوا ياجروا مثلا حمامات سباحه، بيروحوا ياجروا ملاعب جوه قطاعات المدارس، وبيشتغلوا على كل الكلام ده. الحقيقه للاسف غير مشهر. كل الكلام ده غير مشهر بالخام. طيب عمرو بيه، اخيرا ان شاء الله الدوري في موعده 2 فبراير باذن الله. ربنا ييسر ما فيه الخير ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله الامور تكون افضل الفتره الجايه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله احنا كلنا متوكلين على الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا عمرو بيه، شكرا جزيلا. الله يخليك فندم. شكرا جزيلا.